ولما لقينا عماد متعب طار من ايدنا بدينا ندور عايزين نرجعه تاني. لما تخلينا ناخد الاستاذ احمد عباس معانا وكيل مستر ريكاردو يحكي لنا بالتفصيل يعني ما اذا كان فعلا كانت قصه تسويقيه ام الاهلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عبد الناصر. يعني خليني الاول ارحب بحضرتك في برنامج فراعين الكوره. اهلا بيك. الاستاذ احمد عبد الحليم يعني انا بختلف معاه، بيقول لي كاحمد عباس كوكيل لاعمال ريكاردو مسوق جيد. انا بقول له ولكن الاهلي كان يحتاج الى ريكاردو. حقيقه الموضوع هل كان في اتصالات ولا الموضوع كان تسويقي؟ لا، التسويق دي انا سواء مدرب لما يكون مش شغال مش موجود. أيوة. يعني قاعد مش متعاقد مع نادي او مش مرتبط بنادي من 3 شهور. هو كابتن ريكاردو او ريكاردو متعاقد مع اهلي طرابلس من 3 شهور بالظبط. ايه الداعي ان انا اسوقه وهو الراجل لسه متعاقد وماشي كويس في وياخد راتب كويس جدا، باعتبار ان الاهلي افضل. باعتبار ان الاهلي افضل. الاهلي حصل يعني كلام كتير قبل كده 3 مرات مش المره دي. وكل زي ما انت عارف ان الناحيه التسويقيه ما بتتمش. انا كنت فتره في حجه على فكره، انا ما كنتش موجود في القاهره اثناء ما الكلام ده حصل كله. ايوه. لكن انا وانا موجود هناك احد الشخصيات، وانا لازم اركز في الحته دي لان الناس الاعلام برضو خلط الامور كلها ببعضها. اتفضل. ان في احد الشخصيات الهامه جدا والمقربه جدا لمجلس الاداره بيكلمني بيجس النبض واقع ريكاردو ايه دلوقتي موجود فين، شروطه ايه، ظروفه ايه. لازم يسال النهارده لما يكون في احد المدربين مرشح لنادي، بطبيعه الحال الشخصيات المهمه بتتصل بالوكيل بتاعه عشان تعرف ايه ظروفه، ايه موقفه، وضعه ايه في التعاقد بتاعه. ده شيء طبيعي لكونه مرشح وليس لكونه انه جاي. ده مش تفاوض. النهارده لما بيجي يسالوني يا جماعه هو ظروفه كذا وكذا وكذا ومتعاقد وبس. لكن النهارده لما اجي اقول انا هسوقه ليه؟ ما هو موجود. دي مش اول مره النادي الاهلي او احد او الناس الشخصيات الهامه بالنادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي دايما لا كابتن خطيب ولا كابتن حسن بيتكلموا مباشره الا بعد ما بيكون في اجتماع مجلس اداره وبيتناقشوا وبعد كده يبتدي يتكلموا. طيب ما قبل ذلك كل انديه العالم بتبتدي تتصل بالوكيل او بالمدرب عشان يشوفوا ظروفه ووضعه ايه، وكل الامور دي لازم يبقى. طب اذا يا كابتن احمد هذه النقطه فهمت تماما. تم الاتصال بيك عن طريق سين من الناس ايا كان اسمه لا يعنينا، ولكن قل لنا حقيقه الاتصالات التي تمت بشان التعاقد مع ريكاردو مديرا فنيا للنادي الاهلي خلال الساعات الماضيه. والله كل الحكايه انه برضه كلامهم ان ريكاردو اقرب المرشحين لتدريب النادي الاهلي. ايوه. وان هو اقرب لظروف اللي عارف كويس قوي فرقه النادي الاهلي وظروف الدوري المصري. ومش عايز اقول برضه اسماء، لكن بعض الاسماء اللي جوه الفرقه وجوه النادي قالوا ان معظم اللاعبين كان طلبهم ان هم يكونوا ريكاردو موجود. ماشي. لكن ده شيء برضو انا لغايه اخر لحظه ما بقدرش اقول ان الموضوع جدي لانه ده مجرد ترشيح. الاهلي هو دلوقتي هياخد قرار. يمكن انا حسيت موضوع الراتب الكبير اللي بياخده ريكاردو. ايوه. وانا ما كانش كبير قوي، وبرضه شرط انه في شرط جزائي موجود. ده شيء طبيعي لمدرب كفء يا جماعه. ما اقدرش اقول يعني النادي الاهلي طرابلس لما بيتعاقد مع ريكاردو ما هو اتعاقد معاه وده راتب كويس وفي شرط جزائي من حقه. طيب الراتب اللي بياخده ريكاردو من اهلي طرابلس؟ لا ما اقدرش على التفاصيل العادي طبعا. طب هل هو نفس الراتب اللي كان بياخده في الاسماعيلي ام اكثر؟ لا طبعا اكثر بكثير. اكثر بكثير. طيب لكن الوضع على فكره برضه ما كانش ده هيبقى عائق. لو النادي الاهلي فعلا كان طلبه رسميا ما كانش هيبقى عائق، لانه برضه احنا بنحسبها النادي الاهلي المصري لما يكون ريكاردو معاه مش لازم يضحي بجزء كبير من راتبه في سبيل انه بيعمل سي في بيضم السي في بتاعته نادي قوي جدا ونادي على مستوى عالي. اذا على مسؤوليه الكابتن احمد عباس ريكاردو مرشحا فقط وليس هناك اتصالات جاده بين اداره النادي الاهلي وريكاردو. بشكرك شكرا جزيلا، وعايز اقول للساده المشاهدين ان اقوى اللاعبين الذين تحدثوا في حق ريكاردو كان شريف عبد الفضيل. اتفضل يا استاذ. لا هو